قص الدرس بتاع النهارده قص درس صوف. احنا بقى بما ان خلصنا الصيف وداخلين على الشتاء، فعايزين نعمل الموديلات بتاعنا اغلبيتها شتوي. فيلا بينا نشوف الدرس، سهل وبسيط ومفيش فيه اي حاجه، بس اهم حاجه ما تنسوش تحط لايك وتشترك في القناه. ويلا بينا نبدا كده ونسمي. درس عادي النهارده يبقى مجسم من الوسط ونازل على واسع، هيبقى فيه مرد. عايزه فيه مرد صح؟ هيبقى فيه مرد والظهر ساده من ورا ماشي، والكمام هتبقى ساده. عايزه لها اسواره، عايزه لها استك، مفيش مشكله، لان اصلا القمش ايه صوف بس مرخرخه ماشي، مش من اللي هي الناشفه اللي انا كنت عاملاها في البلطو اللي هو الرصاصي ماشي. هي نفس بتاع البلطو بس دي قمشه خفيفه شويه عن بتاع البلطو ماشي. هناخد طول الجيبه. طول الجيبه كام يا هدى؟ 110 صح؟ 110. عندي طول الجيبه بتاعتي 110. طول الجيبه بتاعتي 110. عندي ال 110 اهي، واعمل فرد. انا عملتها 112 نكون في الامان 2 سم احسن ما ايه. لا ما ده حلو. وعملت فرد هنا اهو. خدت طول الجيبه اهو. طول الجيبه اللي هو الكام؟ ال 110 ماشي. لو انا هتني العرض كده على بعضه، دي هتبقى فتحه رجلين. ده هتبقى امام اهي، دي امام ودي خلف، بس هتبقى فتحه رجليه. الدوران من تحت كام؟ 150 سم اللي هو الدوران بتاعي ماشي. ودي بتوفر في القماش. يبقى انا هاخد من اول الوسط لحد الايه؟ لحد صابع رجلي الكبير. هو ده طول الجيبه بتاعتي. طب يا مس ممكن اعرف حاجه؟ القماشه لو هي مش بتمط زي دي، وعايزين نعرف ان احنا لما نخيطها تبقى من تحت مرتاحه في خطوه رجلنا ولا لا، ازاي؟ ما انا هقول لك دي اللي انا هعمله لها بقى دلوقتي ماشي. فدي هتبقى ضيقه، عايزه تفصلها على كده فصليه، ودي بتوفر في القماش. لكن لو انا عايزه اعمل بقى الرجل من تحت اوسع شويه، هجيب كده واقوم قسماه واقسم الوسط بتاعي وانزل على الايه؟ على اللي انا عايزاه. يعني كانت الاول طبقه واحده، دلوقتي الطبقتين على بعض. طبقتين. طب انا دلوقتي كده فتحه رجلي، لو انا جبت دي كده اهي، فتحه رجلي من تحت قد ايه؟ 3 متر. متر ونص من قدام ومتر ونص من ورا. طب انا مش عايزه كده فتحه رجلي واسعه قوي كده، عايزينها مثلا مترين ونص. متر من قدام ومتر من ورا. يعني 50 على 4 طبقات. 1 2 3 4. وصلت؟ الوسع بتاعي متر من قدام ومتر من ورا. هاتني 4 طبقات على كام؟ على 50 سم. واقسم الوسط بتاعي، الوسط اخده اهوت على 4، اقسم الوسط بتاعي على 4 واخده، يبقى النقطه من هنا لهنا. تمام كده؟ بس انا كده في عندي ان انا ممكن اهدر قماش. انا مش عايزه اهدر قماش، عايزه قطعه القماش تبقى كلها مع بعضها. اعمل ايه؟ هاخده كده اهو. دي بقى عشان ما تهدرش القماش. لو انت لسه جديده في القناه يا ريت تحط اشتراك عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه، واهم حاجه اللايك. واتني متر من قدام زي ما احنا اتفقنا ومتر من ورا، واخد اخد القصه من على الحرف بتاعتي اهي. اخد القصه من على القماش من تحت. كل دي بقى هاخد الوسط من هنا كده وانزل على ايه؟ على ما فيه. كل ده يبقى قطعه واحده. اما الاول كان يطلع لي دي قطعتين. فاهمين قصدي؟ اذا الديل يبقى من تحت على 150 سم. هاخد العلامه بتاعتي اهي 150 كله ورا مع قدام. يعني متر الا ربع قدام ومتر الا ربع. ماليش دعوه بقى بمتر الا ربع. انا هاخد العرض واقسمه نصين وتبقى الجيبه من تحت اهي. الوسط بتاعي كام يا هدى؟ 107. الوسط بتاعي 107 على 4 26 ونص. 26 ونص. دي الجيبة. دي الوسط 26 ونص. وسط الفستان. الخط بتاعي ده اهوت اهو. انا بقسم دوران الوسط على 4 عشان حاطه القماش على 4 طبقات، بس مش عارفه باين ولا لا. الخط بتاعي اهو. من اول هنا كده لحد الديل بتاعي من تحت. الخط بتاعي من اول هنا اهو لحد تحت. بص لما تحت.
خدت دوران الوسط وقسمته على 4 وحطيته على القماش، عشان انا كنت تانية القماش على 4 طبقات. اما اللي انا بقصه الوقت ده طول الجيبة، والدوران من تحت انا تنيته على 150 سنتي اللي هو عرض القماش نفسه، لان هي ما كانتش عايزة الديل يكون واسع، كانت عايزاه اللي هو المناسب. ماشي. وكده الايه دي الجيب. ناخد دهمت بقى كده اهو. افردها لنا على 2 كده اما نشوف دي بقت ايه. ما دي عملت بس بقى الجزء اللي فوق هيبقى على 3 اجزاء. الخلف هيبقى لوحده ساده، وهيبقى فيه مرد من قدام ماشي، وهيبقى الكمام. الصوف بالذات خلي المرد بتاعه يبقى فيه مرد متصل. متصل. هاخد المرد متصل عشان يتخيط على بعض. هيفيد من القماش ده قماش كتير على فكره. عارفه ليه هيفيد قماش كتير؟ عشان خدنا الجيبه على الضيق. مش كل القصار كده. انا هعمل الامام ومن هو هعمل الخلف. هاتي لي بقى القماش كده بتاع البحران. هاخد المرد بتاعي يبقى قد ايه قبل اهو ده؟ يعني 10 حلو. 10؟ لا هيبقى عرض قوي. لا انت قصدك على عرض؟ لا المرد العادي صغير، مش عايزاه كبير. اعمل لك كام؟ 3 و3 و3 كبير، 2 عادي. اعمل لك 2 ونص بقى عشان الزرار. 2 ونص و2 ونص 5 و1 6. هاخد 6 سم اهو. انت هتعملي مرد متصل صح؟ نقصه مع بعض. في الصوف خلي المرد يبقى متصل احسن. المرد المفتوح والمرد المقفول، او المرد المتصل والمنفصل. المتصل اللي هو بيبقى في القماش نفسه ماشي. المتصل اللي بيبقى في القماش نفسه، يعني انا ما بضطرش ان انا اقص حته لوحدي ماشي. منه فيه. ايه الفرق بين القميص الرجالي والقميص الحريمي؟ حد يعرف ايه الفرق بين القميص الرجالي والحريمي؟ ممكن تكون القمشه واحده. الزراير بتبقى الزراير المعروف ان الحريمي شمال، زراير الحريمي شمال، يعني على الشمال ماشي. اللي بيفرق القميص عن القميص هي الزراير. مجال الزراير نفسه هو اللي بيختلف. اما المردات زي ما اتفقنا، عرض المرد بقى بيبقى قد ايه؟ عرض المرد بيبقى على حسب الشخص نفسه، او الموديل نفسه، او البنت نفسها، او السن نفسه. يعني ما ينفعش اقوم جايبه مثلا عبايه مفتوحه وعايزه اعمل مثلا جرد المفتوح، ما ينفعش اعمل المرد 2 سم صح؟ لان انا هعمل واحده عندها كام 30 سنه ماشي، او داخله في الاربعينات. ما ينفعش اعمل لها المرد نفسه رفيع، ما يقلش عن 3 سم. 3 سم قدام و3 سم ورا و2 خياطه يبقوا كام؟ 8 سم. 5 ايه؟ 3 و3 و2 خياط يبقى كام؟ لان هيبقى منفصل ماشي. اما المتصل بتحسب ازاي؟ هي هدى قالت لي انا عايزاه 2 ونص، يبقى 2 ونص و2 ونص وواحد خياطه بس، يبقى كام؟ يبقى 6 سم. يبقى انا هاخد ال6 سم على داير الخط بتاعي. ال6 سم بتوعي اهمت. في عندي سيول ومغروشه مش عارفه ليه في عيني، فانا هاخد ال6 سم اهو. انا واخدهم من بعد ده، لان ده يفضل ان هو يتقص عشان ما يكلكعش في الايه؟ في الخياط. واخلي بالي ان هما الاتنين يبقوا على بعض عشان يبقى المقاس بتاعي زي بعض. يعني انا مسوياهم من تحت اهو. خلاص كده الاتنين متساويين اهو. وقمت حاطه الباترون بتاعي، وما جيش واحده تقول لي انا حطيت الباترون هنا كده، حطاه من هنا ليه؟ صح ولا غلط؟ هو ده الخلف غلط. هنهدر قماش كده. هنهدر قماش كده. هنهدر قماش كده ماشي. على فكره ممكن اقص على الامام، نص على الامام. لا انا مش فاهمه، هو مش المفروض نقص على الحته بس احنا كده بنبص الامامي بس على عادي على الخلف عشان الخلف كبير. هو مش احنا بنقص على المقفول؟ انا بقص على المقفول بس ده هيبقى مراد، هيبقى مفتوح. لو مقفول هضطر ان انا اشقه برضه. شفتي انا عندي الباترون بتاعي من اول ايه؟ من اول العلامه اللي انا واخداهم اللي هم ال6، واقوم عامله بالدبوب. عايزه اعمل على الخلف مفيش مشكله. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تحطي لنا اشتراك وتفعلي زر الجرس كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. الفيديوهات الجايه هتبقى كتيره جدا ان شاء الله، هنقص فيهم حاجات كتيره جدا وهنعلمك الخياطه ان شاء الله. بسم الله. الواحد سم بتاع الخياطه بتاعتي، يعني الزراير حاليه فيها. الزراير حليه وتوسيع للرقبه عشان تدخل مرتاحه. هعمل مرض ما ينفعش ان انا ازود الرقبه ازيد من 7 او 8.
يعني ما ينفعش اخد التوسيع اللي انا باخده عشان ادخل راسي، لا انا بعمله مظبوط. حتى لو انت لاحظت في القميص لما بتيجي تقفل القميص كده من فوق بتلاقي ان الزرار ان الدير بتاع الرقبه جاي على رقبتك كلها ولا لا؟ مبقاش في توسيع. العباية دي كان اسمه مرد ايه العباية بتاعتك مرد شاء؟ شائع. يعني المرد المفتوح بناخد مفتوح. انا هنا بقى انا كنت فاهمه ان هي تبقى مرد هنزل على الظبط، على بالظبط. عارفه ليه؟ عشان انت فاتحه من ورا. لا عشان انا عامله امان، انا بقص امان، عشان انا بقص امان. ايوه هاخد التوسيع بتاعي صح يا هدى؟ مش هو الامام اللي بيبقى فيه تاريخ اه الامام فيه المرد هنعمله مفتوح. انا بقص على الخلف والامام باللي هو اللي بياخد له تاريخ. طب هو ده الامام ده الخلف ياما. في ايه؟ انا بنقص على الخلف بس بقص الامام. بقص على بطرون الخلف لكن بقص الامام. التريح ده هو بقى اللي بقى هنا ال 2 سم اللي على ما فيش، انا مش هعملهم الوقت. ليه بقى؟ عشان اعمل الاربع طبقات فوق بعض عشان يبقوا ايه؟ ايدي قلم واحد. ما ينفعش ان انا اقص دي كده، اقص الخلف لان عندي الجزئيه ديت نقص. ماشي. وعلى فكره والله ممكن اخدها، ما انا ممكن اشيل شويه من التوسيع عادي. ما تقلبيها وخلاص. من التوسيع. طيب هي بتقول لي اقلبيها عشان اخد التوسيع كله مع بعض. اقلبها كده. شفتي القلبه دي؟ انا قصه كله كده الوقت. الجيبه انا قصاها بالطول كده وقصه الجزء اللي فوق كده. ماشي. انا ممكن اقلب واعمل كده. ينفع؟ لا عشان الخيوط. ينفع لان مفيش فيه ضاي. ينفع عادي. ماشي. اقول لك الضاي اللي هو ان انا القماشه اهي شوفوا كلها زي بعضها صح؟ لو جبتها وغيرتها كده في اختلاف؟ لا هي لكن في حاجه زي دي قطيفه قلطه موضه تلاقيها ايه؟ مختلفه. فما ينفعش الحركه اللي انا عملتها دي، والا يبقى الامام لون والخلف لون. المشكله الحاجات دي مهما اشرحها ما بتجيش الا بالعمل. فانا هشيل ده بقى واقوم عامله على التاني، عامله على البطرون نفسه. هاخد البطرون بالقد بالظبط اهو، بس عشان انا شمالي مش هعرف اقص الجنب. انا بقص يمين اهو. ينفع اقص كده قبل ما اثبت؟ ينفع؟ هيطلع لي دول الجزئين. طب وليه خساره؟ لا اجي انا كده هرجع بالقماش. بصي بدل ما تطلعي دي قطعتين طلعيها قطعه واحده استفيدي بيها. وعلى فكره يطلع منه بلازه ثانيه لبنتي عشان وفرت في الجيب. عشان ما فيش واحده تجي تقول لي لا ده انا ارفع منها وجبت 3 وما كفونيش. احنا كده نقصها لان كده هتطلع اصلا. ما ينفعش برضو، ما ينفعش اجي اقص واعمل كده. ده هي باينه لي هي مظبوطه. هي مظبوطه؟ لا ليه؟ لان السيور جايه من هنا سر رفيع اهو، جايه هنا على العريض. ماشي. فلازم اخلي الخطوط بتاعتي مستقيمه شويه، وبدل ما اقعد افتح واقفل وافتح واقفل ولا اصغير وارجع تاني الاقيها كبيره. اقوم انا واخده مقاس البطرون بتاعي عشان ايه؟ اتنى عليه اهي. طالما انا عامله بطرون بحاول ان انا اوفر القماش على قد ما اقدر عشان ما يعملش هرد كتير للقماش. صح كده؟ يبقى انا كده القطعه دي كلها طلعت ايه؟ قطعه واحده. وفري في القماش. على فكره صاحبه الدرس ده ما عرفتش تقصه لان كانت حاطه بتقص على الوش، فكانت القماشه بتتحرك معاها. فحط دبابيس كتير واعملي على الظهر افضل من الوش. هسيب بقى هنا 1 سم بتاعي. انا مش عارفه هنا هسيب قد ايه توسيع. قيمه المرد كانت 6 سم، فحاولت ان انا اخرجها عشان اخد التوسيع بتاع الامام زي الخلف عشان ما يبقاش في عندي اختلاف. هقص بقى نفس الامام اهو، واجي هنا اهو واعمل ايه؟ واقوم ضاربه بجوز المقص كده واقوم شاده كله عندي كده واقوم عامله الايه؟ اقوم عامله ايه؟
يتقطعش عشان ما اقصوش. بس حلاوه القماشه دي انها ما بتتحركش بسهوله يا مس زي القماشه التانيه. امال واحده بتقول انا كنت مجبساها ليه؟ عارفه ليه؟ مش عايزه اقول لك ليه عشان ما تزعقليش. كنت بقص على الوش. والله لا، ما هو معروف ان احنا بنقص على الظهر. ليه بتقص على الوش؟ مش عارفه ليه عملت كده. اهو كنت زمانك بوظتي. انا قاعده امشي حوالين الصاله مش عارفه اعملها ايه. ما قلت لك الواحد بيتعلم في القص. نعمل بقى الكم. اي قصقوصه في الشتوي ما بتترماش، ما بتترماش. انا اعمل بقى الكم. شوفي انا طلعت الجزئيه ده، هي حته واحده. ممكن اعمل بها جيب على عبايه، ممكن اعمل بها زراير كبس، ممكن اعمل بها بيه. ماشي، استفاد بها باي حاجه. وممكن مرض لو هو مفتوح ملوش دعوه بالمرض، مش هتيجي مرض. ماشي، هناخد بقى الكم. يعني انا خدت جزئيه كلها حته واحده كده للايه، للصدر من فوق امام وخلف. ماشي بقى، هاخد الكم برضو. لو عملت كده كده انا ههدر ايه في القماش. اخد انا كم. دوران الكم كام ولا 48 سنتي اهو، واعمل فرد كده واتني عليه. وما تعمليش على الوش زي واحده صاحبتنا. انا عندي الخط ده اهو، هو اللي هتني عليه عشان ما هقدرش في القماش. يبقى ده عندي ما كوم نعملوش بالعرض جامد كده هيبقى نصنا هيبقى صيف عشان المطه. عشان اتجاه القماش، مش القماش أنا عندك عاملة له اتجاه. الدرس بالطول، مش عاملة القماش له الكوستيم من اتجاه؟ فوق بالطول، عامله الجيبه بالطول. هعمل ماشي، كله بالطول اولا وده لو اعمل عملت كله هنا بالعرض. بالعرض كده، يعني لو عملت الكم كده، يعني لو عملت انا الكم كده، الكم كده مش هينفع لان المطه هتبقى بالطول، وانا عايزه المطه كده بالعرض. عايزه المطه كده وغير المطه مش في شكل. في شكل، وفي نفس الوقت انا عامله هنا سيور حكماني برضه. والا كده الدرس هيبقى الخطوط بالطول في الصدر والجيبه، والخطوط بالعرض فين؟ الخطوط بالعرض. ايوه ايوه. اي سؤال بينفعكم يا جماعه مستر. هي بتسال غيرها بيستفيد اهو. ماشي، واشوف برضه هيكمل ورا ولا لا. هظبط قماشي اهو. شفت دي طلعت لي قد ايه كلها حته واحده. اقوم مدبسه. ده ممكن يتعمل كمين كمان. هتعمليه كم ماسك على ايدك، بفضله في الصوف احسن. ماشي، هقص بقى بزياده كام. دي احسن طريقه عشان ما هقدرش قماش كتير من الكم، ان انا قصته بالطريقه ديت. يا رب تعتمد القصه دي على طول. اهم حاجه انا اطبق القماش وايديا تحسس على القماش كله، عشان لو في تانية في القماش من جوه ما تلوعنيش انا في الخياطه والاقي ان كم واسع مريحني وكم ضيق، او كم مظبوط وكم مبهوأ، وتيجي تظبط انت في الاخر ما تطلعيش الظبطه اللي انت عايزاها. ماشي، الكم الصوف او اي كم تخين بيميل ان هو القصه بتاعته تبقى عاديه افضل واحسن، وعلى حسب. اهم حاجه هنا اعمل ايه؟ اعمل الفرد ده ليه؟ عشان ما نيجي نخيط يبقى الاثنين مش فيديو. لا، عشان نعرف ان هنا مكان الميول كده. وفين اللايك بقى؟ انت لسه ما حطيتش لايك. وده الكم، يعني هو ده الكم قصة الكم قصدي. ماشي، وده اللي مراقي من الايه، من القماش. فين القصايص بقى اللي طالعه لي؟ كلها حته واحده على بعضها اهي. تنفع بقى تدخل في اي حاجه تانية. دي هعمل بنستين، هاجي على 10 سم بتوعي واقوم عامله فرد هنا عشان هي تبقى ايه، عارفه ان الموديل ده فيه ايه، فيه بنس. عايز تعملي بنس من قدام عادي اعملي، وهو ده الموديل عندي. بس هو اللي اسمه ايه اللي فيه الزراير اسمه ايه يا مس؟ المرض مش محتاج بنس اصلا. لا، من ورا عايز بنستين. ماشي، هو ده الموديل اهو. وسع قوي اهو، ده ليه عن الجيب عشان انت سبتي هنا مفيش هنا ماشي. مسافه خياطه وبناخد هنا عملت اهو، صدرها اكبر. دي الظهر، ده دي الظهر. الخلف. مش البنس هتلمه شويه.
ماشي. وده الخلف الامام. يا بنتي بتخيط ازاي؟ هي عارفه كل حاجه بس التاني مش عارفه عليها. بس ما كانتش في دورتنا يا جماعه، نجلاء ما كانتش في دورتنا يا جماعه الظروف. ماشي. ده المرض ده اهو بيبقى كده، بس مبقاش عريض قوي. ده اللي بيبقى فيه الزراير. ماشي اهو. وده التاني. الموديل ظهر ولا لسه في اي استفسار؟ هو دي 6 سم اللي انت كنت سايباهم في الاول. عارفه يا عارفه يا الخلف واسع ليه؟ عشان البنط اللي انت عملتيه. ولا ده هو لسه هيتجسم، بس انا سايبه لك فيه وسع كتير. انا بتكلم سايبه وسع يعني عشان مثلا البنط. عندك المرض ده على المرض ده. بيتك ماشي؟ إلهي وشفك ولا يعني. ماشي. هو ده التوسيع اللي احنا قلنا عليه اهو. يبقى كده قص الدرس خلص. انا قصيت الجيبه وقصيت الكورساج من فوق وقصيت الكمام. هي بقى تعمل البيه وهتسرفله وتتنيه. كل ده بيبقى عندنا، التقفيل بيبقى عندنا. هي بتجيب القماش على حسابها واحنا بنعمل لها الموديل اللي هي عايزاه وهي اللي بتقفله. لو في حاجات صعبه عليها انا بساعدها فيها في التقفيل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويجيلك على طول اول ما انزله. احنا متواجدين فين دلوقتي؟ اي مكان انت عايزه تعرفي عننا فيه او احنا متواجدين فين بالظبط، شوفي اخر فيديو نازل على القناه وانا بنزل احنا متواجدين فين. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.